طبعا قبل كده نزلنا جزء اولاني وجزء تاني، وده الجزء الثالث في فيلا القرنفل. طبعا زي ما انتم شايفين احنا طبعا السلم زي ما احنا قلنا قبل كده احنا استلمناه كده وما رضيناش ان احنا نغيره العميل ونهلك عليه فلوس كتير على الفاضي. ان شاء الله لسه هنعالجه وندخل عليه بالمراحل بتاعت الجلي كلها ان شاء الله. السلم كله اتشطب بنفس اللون، وكان في علاقات كتيره جدا حاولنا ان احنا نصلح منها على قد ما نقدر. عملنا طبعا 2 اباليك هنا كده، وعملنا الجبسون بورد عشان يلاشي الاسانسير اللي احنا عملناه. ظبطنا الاستانلس وظبطنا الدنيا وظبطنا جميع الكهرباء بتاعتنا، وعملنا البورسلين جديد في جميع الفيلا. هنا في الروف برضو ده ليفينج عشان الروف ده والجزء الثاني برضو في نفس الوقت اقدر ان انا حاطط ليفينج حاجه مريحه مش شرط الناس تبقى قاعده في الغرف، لا ممكن تيجي تقعد في الليفينج شويه وتفتح طبعا الشباك تشوف بقيه الناس اللي موجوده هنا. تمام. ده الروف لسه هنشتغل عليه ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لكم بقى ان التجليده اللي هنا دي حاجه جميله قوي، في وحدات تحت كده نفس اللون الخشبي، حاجه عموله ممتازه. حطينا فيها علب زي ما انتم شايفين، والعلب فيها سبوتات صغيره منوره، وطبعا في لوح بولي لاك هنا ابيض. فان شاء الله باذن الله مش عايزين نحرق كل حاجه، عايزين نسيب لكم حاجه كده وانتم بتتفرجوا على الفيديو الفينش النهائي تستمتعوا ان شاء الله. في هنا حمام رئيس طبعا، وعايز اقول لكم الحمام ده ما كانش موجود، احنا اللي بنينا الحمام ده واحنا اللي شطبناه. عملنا حمام هنا وعملنا حمام في ظهره كمان، عملنا حمامين في الفيلا. طبعا ده باب بالرخام الامبرادور لايت. عملنا برضو حوض، عملنا هنا برضو حوض من الرخام ده الامبرادور البني، مع طبعا التطعيم في البورسلين وكل حاجه معمول حسابها بالظبط، اكسسوارات كلها راكبه، كل حاجه متظبطه. عايز اقول لكم كمان ان زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا ما قلناش بنركب الكلام ده في الحمامات، ولكن كان طالب عميل والعميل مؤكد مره واثنين وثلاثه، ولكن برضو حبينا ان احنا اذا حطينا حاجه زي كده بنحطها في المكان المناسب. المكان ده بقى احنا عملناه خرسانات بالكامل زي ما انتم شايفين كده، كل ده كان مفتوح زي الجزء اللي انتم شفتوه من شويه، كل ده عملناه خرسانات بالكامل. وقدرنا ان احنا نعمل هنا زي ليفينج، عملنا غرفه ماستر جناح كبير، غرفه ماستر. عملنا هنا ليفينج القعده كده والمنطقه دي كده، وهنا في دريسنج بالكامل. تمام. لان كل البراز دي لان هنا العميل ليه متطلبات خاصه، سواء الدريسنج محتاج مكوى، الدريسنج محتاج مش عارف ايه، في حاجات كده فعملنا لها البراز الكهرباء دي. عندكم هنا برضو غرفه نوم رئيسيه، السرير موجود هنا والاثنين كومود، وعندي الشاشه هنا، وعندي طبعا في هنا برضو ركنه صغيره هنا كده. طبعا كل الكلام ده احنا عملناه خرسانات من جديد، وابتدينا نقفل الحائط ده معمول جبسون بورد، عشان كده دي كلها غرفه خاصه بشخص واحد، ما الموضوع العزل ما بيهمناش قوي في نقطه زي دي. فاحنا قفلنا كل الكلام ده وعملنا غرفه ودريسنج وجناح من لا شيء حرفيا. عملنا حمام برضو زي ما قلت ان من قبل كده من شويه ان الحمام ده برضو معمول من لا شيء، ما كانش فيه موجود الكلام ده كله. خلقنا الحمام مباني وظبطناه وقفلناه زي ما انتم شايفين، اسسنا السباكه واسسنا كل التفاصيل. شوفوا بقى الخلاطات هنا احنا عاملين كذا حاجه كده حلوه قوي شكلها مختلف. تمام. والحوض هنا كله كان رخام زي ما انتم شايفين بالرف بتاعه، نفس اللون برده بتاع البورسلين، حاجه محترمه قوي. وهنا الرسمه اللي احنا عاملينها دي رسمه المرايه ان شاء الله لسه شغالين عليها، وعملنا رف هنا والفواطه والاضاءات والتفاصيل كلها موجوده، حاجه محترمه قوي قوي يعني. الجريلات كلها كل حاجه متركبه. هنا السقف واطي شويه عشان فيه شفاطات في السقف هتركب لسه هنا. لو انت ركزت كده ممكن تقرب بالكاميرا كده هتلاقوا ان في كده مواسير بيضه جوه. المواسير دي المواسير اللي هيركب عليها الشفاط، عشان كده احنا في 2 ليفل في سيلينج يعني. زي ما انتم شايفين احنا طلعنا الحمد لله بحاجه محترمه قوي قوي الحمد لله، وعملنا مجهود جبار في الفيلا هنا. عايز اقول لكم عملنا اعمال خرسانات جباره هنا، وشغل كهرباء من A to Z، شغل سباكه من A to Z. مفيش حاجه، الحاجه الوحيده اللي احنا سيبناها في الفيلا هي السلم والاستانلس بتاعه، وبرده احنا عالجناه على قد ما نقدر. عايز اقول لكم ان هنا لسه هيتعمل شغل خشب وبرجولات وحاجه محترمه برده معانا ان شاء الله، هتبقى حاجه هتعجبكم جدا. تمام. فاحنا عندنا هنا المنطقه دي كلها بالكامل اسسنا الكهرباء بتاعتها واسسنا كل الشغل بتاعها، ولسه سايبين مرماتها هتتعامل مع مرمات الواجهه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هتشوفوا فيلا محترمه قوي هتعجبكم جدا. حتى احنا عاملين هنا كافي بار كده بالكامل، لسه كل الكلام ده هتشطب، مش عايز احرق الفيلا ليكم، وان شاء الله باذن الله هنعمل لكم حاجه محترمه قوي قوي. استنونا في الفيديوهات القادمه. سلام.